السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي قناتنا. أهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها عن النادي الأهلي. والنادي الأهلي بيعلن رسميا عرض مهاجمه حسام حسن للبيع على أي سبيل بقى، سواء سبيل الإعارة أو حتى البيع النهائي، لأن مارسيل كولر وإدارة النادي الأهلي شايفين إن حسام حسن خد كذا فرصة أو فرصة كبيرة مع أغلب المدربين اللي كانت متواجدة في النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت، بداية من بيتسو موسيماني ومرورا ب ريكاردو سواريش وانتهاء بمارسيل كولر. والثلاث مدربين اللي كان متواجد معاهم حسام حسن ما قدرش يثبت نفسه أو يثبت تواجده ويقدم أوراق اعتماده للمدربين، وكمان ما خدش ثقة جماهير النادي الأهلي أو قدر إن هو يديهم كل ما لديه في الملعب. فبالتالي خلاص مارسيل كولر اعطى الضوء الأخضر لإدارة النادي الأهلي في التخلص من حسام حسن وعرضه للبيع، سواء البيع النهائي أو الخروج على سبيل الإعارة. كمان بالنسبة ل طاهر محمد طاهر هيغيب لمدة 3 أسابيع بعد إصابته في جزع في الرباط الداخلي للركبة. 1000 مليون سلامة على طاهر محمد طاهر. نتمنى العودة سريعا لتدريبات النادي الأهلي ومران النادي الأهلي مرة أخرى.